وان شاء الله ربنا يعيننا ويجعلنا سبب. المهم احنا عايزين دلوقتي بعض الحاجات هنطلعها ونشخصهم. ده ما كناش عارفين نعمل ايه، احنا واحنا قاعدين كده الاول بس ايه نقطه مهمه الاول بس بنقولها عشان تبقى حاجه كده ايه تقدر ان شاء الله. دلوقتي هنقول ايه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه بمقدار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 1000 مره وصلت الى سبحان الله وكان مثل زبد البحر. زبد البحر. فاحنا هنقول اول ناس رسميه هجيب عليكم كلها هجيب عليك ولا هنقول بعد كده كده بعد اتفقنا. الرجاله بقى ايه؟ نعم بسم الله نبدا. شايفين انتوا الانحناء دوت خلاص وادي نص الظهر من هنا نفس الرسمه بالظبط وهو واقف هتلاقيها على رجليه بالظبط تمام. وعارف النعم ده اللي هو الجهاز الايه التناسلي عند السيدات والجهاز البولي عند الرجال. بعد كده احسبها خالص بس عندي بعد كده هنا المنطقه دي بالظبط منطقه القلب. ودي بالمناسبه اي حد جات له جلطه في القلب اضغطوا على النقطه دي والجلطه دي ما ترجعش تاني. عشان في بعض الناس ايه جات له جلطه في القلب وعمل عمليه بعد كده يقول لك جات له تاني جلطه في القلب. لا انا ممكن ادوس على هنا اهو في النقطه دي بالظبط. ده اللي هو الطب الوقائي بنسميه كده تحت الطب الوقائي ان الجلطه دي ما ترجعلوش تاني. او ان حد والده جات له جلطه او والدته جات لها جلطه لا قدر الله مجرد ما بيضغط في النقطه دي هو كمان لا يصاب بالجلطه. ده من ناحيه الوقائيه اتفقنا؟ طيب بنزل بعد كده